اليوم الذي يلي داعش آفاق العراق، عنوان هذه الجلسة بشكل أساسي الآن، التي سنطرح فيها عددا كبيرا من الأسئلة الهامة والمصيرية للمنطقة في الواقع. هل يجب أن نبحث بالضرورة في نظرية انتهاء مدة صلاحية خرائط هذه المنطقة، خرائط سايكس بيكو؟ هل بالتالي تكون المنطقة قادمة على تقسيم بحد أعلى أو على فدرلة بحد أدنى أو على أقاليم؟ تغييرات جيوسياسية جذرية لا محالة. لا يمكن، الكل يجمع أنه لا يمكن أن يكون اليوم الذي يلي داعش، وهو عنوان جلستنا اليوم، كما قبله، اليوم الذي قبل السيطرة على الموصل بشكل أساسي. ولكن هل يكون داعش بذلك حقق بعضا من مفاعيل الزلزال الذي يقول البعض أنه خلق من أجله، أو أريد له أن يقوم بهذا الزلزال من أجل ما يلي في اليوم التالي لداعش؟ أو أنه وبصراحة وضح حقيقة مرة للعالم أجمع، خصوصا في هذه المنطقة، أنه لا يمكن التعايش بين مكونات هذه الدول، وبالتالي يجب البحث عن حل. سنسمع من ضيوفنا ومنكم إذا كان ذلك صحيحا أو لا. يمكن العمل على حوار يبدأ في الداخل ويكون مدعما بما هو إقليمي، بحوار إقليمي، بسلام بارد كما سماه باراك أوباما في عقيدته بين قوسين في مقابلته الأخيرة في الأتلانتيك. هل يجب الإيمان فعلا بصوابية نظرية عقيدة أوباما، السلام البارد بين القوتين الأساسيتين في المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بالعراق وسوريا؟ عندما نتحدث عما كان يوصف في أيام ريغان بسياسة العامدين التوأمين في المنطقة، إيران والسعودية. لن أطيل كثيرا في طرح هذه الأسئلة، ولكن سنحيلها مباشرة على ضيوفنا، وسنفتح نافذة للنقاش معكم الحضور الكريم في وقت لاحق. أحب أن أعرف بضيوفنا الكرام على المنبر: السيد يوسف محمد رئيس البرلمان في كردستان، أهلا بك معنا. السيد حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي في الحكومة العراقية، أهلا بك معنا. السيد أسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون، أهلا بك. الأستاذة مينا العريبي عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في السليمانية، ييل وورلد فيلو، أهلا بك معنا. والسيد يان كوبيش مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، أهلا وسهلا بك على المنبر كذلك. اسمحوا لنا ألا نعتمد صيغة الخطابات المطولة لكي يكون هناك بعض التفاعل في هذه الجلسة، لأنه الوضع حساس ومصيري، لابد من أنه الجلسات أيضا تكون مواكبة لهذا الوضع، تكون جلسات سريعة وتفاعلية وبإجابات حاسمة ومختصرة. لندخل مباشرة بالموضوع. سيد يوسف محمد، هل العراق ما بعد داعش في اليوم التالي سيكون، يمكن له أن يكون، هل هناك فرصة له أن يكون كالعراق قبل داعش؟ شكرا جزيلا أستاذ طاهر. بنای خوای بخشنده و مهربان، لراستیا پیشوی که قسەکانم کەم منیش بنەوەی خۆم سەری ڕێز و نەوازش دانێنم بۆ شەهیدانی هەڵەبجە و سەرجەم شەهیدانی گەلی کوردستان و هەموو شەهیدانی ڕوبەڕووبوونەوەی گروپی تەرۆریستی داعش لە هەر شوێنێکان، بە تایبەتی لە هەرێمی کوردستان، هێزی پێشمەرگە و شەڕڤانان و گەریلا و بە هەمان شێوە لە عێراق، سوپای عێراق و هێزەکانی تر کە ڕوبەڕووی گروپی تەرۆریستی داعش بوونەتەوە لە حەشتی وەتانی و حەشتی شعبی و قەبائێ، هەموو ئەو هێزە عەشایریانی کە ئێستا دژ بە گروپی تەرۆریستی داعش جەنگن لە عێراق. ڕاستیە بۆ وەڵامی پرسیارەکەی جەنابە دەبێ ئەوە بڵێم کە داعش شتێکی زوو تێپەڕ نییە کە هات بێتە کایەوە لە عێراق و بە ئاسانیش بڕوە، و داعش حەڵقەیەک لە زنجیرەیەک توندوتیژی کە لە عێراقا بوونی هەبووە هەر لە سەرەتای دروستبوونی ئەم دەوڵەتە، و بە تایبەتی لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردوو کە بەردەوام عێراق لە ناوخۆی خۆی توندوتیژی بەرهەمهێناوە و توندوتیژیشی بۆ دەرەوەی خۆی هەناردە کردووە. عێراق کاتێک دروستکرا بۆ ئەوەی عێراقی دوای داعش عێراقێک بێت کە لە عێراقی سەردەمی داعش جیاواز بێ، پێویستە کات ئەو هۆکارانە چارەسەر بکەین کە بوونەتە هۆی سەرهەڵدانی گروپە تەرۆریستیەکان و ئەبنە هۆی سەرهەڵدانی توندوتیژی لە هەموو ئانوساتەکانە. یعنی داعش دوای دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق هات و دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق لە دوای القاعدە هات، القاعدە لە دوای حکمی بەعث هات لە عێراقا، کە ئەمانە هەمووی زنجیرەیەکی یەک لە دوایەکی توندوتیژین. ڕاستە ئەوەی باس کرا فکری داعش
یەکێکە لە هۆکارە گرنگەکانی سەرهەڵدانی توندوتیژی و پێویستە کات مامەڵی لەگەڵا بکرێ ڕیشەیەکی مێژویی هەیە و پێویستە کات لە ڕووی فکری و لە ڕووی ئایدۆلۆژی و بەرەنگاری ببینەوە بەڵام کێشەکانی ناوچەی ئێمە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەمووی و بە تایبەتی عێراقیش هۆکاری ئەوەن کە زمینەیەکی لەبار هەبێت لەم ناوچەیە بۆ ئەم گروپە تێرۆریستیانە بتوانن حازینەیەک بۆ خۆیان بدۆزنەوە و کار و چالاکی ئەنجام بنتیایە طبعاً هۆکارەکانی سەرهەڵدانی تیرۆر بەحسی ئەوێت و لێکۆڕینەوەی تیا بکەی و هەوڵیەوە بدەی کە تێبگەی بۆچی تیرۆر لەم ناوچەی ئێمە بەردەوام گەشاکە بەڵام ئەگەر بە کورتی من باسی بکەمەوەیە کە لە عێراق بەڕاستی ئێمە پێویستمان بە حیوارێکی سەریح حیوارێکی بەننا لە نێوان پێکاتە جیاوازەکان و هێزە سیاسیەکانی عێراق هەیە بۆ بیرکردنەوە لەو کێشانەی کە لە نێوان پێکاتە جیاوازەکانی عێراق هەن بۆ بیرکردنەوە لە شێوازی پێکەوە ژیانی داهاتووی نێوان پێکاتە جیاوازەکانی عێراق و بیرکردنەوە لە چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی کە لە عێراق و ناوچەکە بوونەتە هۆی سەرهەڵدانی ئەم هێزە تیرۆریستیە من پار ساڵیش لێرە هەر دیسانەوە جەختم لەوە کردەوە هیچ شتێک نابێوە بەدیل بۆ وتوێشکردن و لە ئەنجامی وتوێشکردن لە ئەنجامی دانیشتن لەسەر مێزی دانوستان گفتوگۆ بکرێت سەبارەت بە کۆی کێشەکانی عێراق بە کراوەیی بەبێ ئەوەی هیچ خیارێک لەسەر تاویلەی حیوار یان مێزی گفتوگۆ لە نێوان هێزە سیاسیەکانی عێراق بە دوور نەخرێ ئەوەی کە پێویستە کات هێڵی سوور بێ پێویستە کات ئەوە بێت کە دەوامەی ڕژاندنی خوێنی عێراقیەکان گەلانی عێراق بوەستێنرێ ئەمە پێویستە کات هێڵی سوور بێت وەگەرنا هەموو خیارەکانی تر چ لە پێکەوە ژیانێکی ئاشتیانە لە چوارچێوەی کیانی جیاواز لە چوارچێوەی عێراقا یان تەنانەت پەیوەندی دراوسێتی لە نێوان پێکاتە جیاوازەکانی عێراق ئەبێت هەموومانەوە توێژی لەسەر بکرێ و بە سنگێکی کراوە و بە دیدێکی کراوە و بڕوانی نامە هەڵبەت تەنها کێشە لە عێراق بریتی نییە لە کێشەی پەیوەندی نێوان پێکاتە جیاوازەکانی عێراق کە بەداخەوە داعش هێندەی تر سنووری نێوان پێکاتەکانی تۆختر کردوێتەوە داعش قوڵ کاریگەری لەسەر عێراق بەجێ هێڵاوە ڕاستە چەندین کێشەی تری هەبوو عێراق بەڵام داعش ئەم کێشانەی زیاتر قوڵ کردوێتەوە لە هەموو ئەو کێشانەی تر کە گرنگترە پێویستە کات لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانی شکاری لەسەر بکرێ بریتە لە بوونی دیموکراسیەکی زیاتر بوونی ئایدیایەکی وازەحتر بۆ پێکەوە ژیانی نێوان پێکاتەکان و هێزە سیاسیە جیاوازەکان و ڕێزگرتن لە یەکتر و بنیاتنانی دامەزراوەکان لە عێراق بەرمەبنای دەستور بەرمەبنای یاسا بەرمەبنای ئاڵوگۆڕی ئاشتیانی دەسەڵات لە ڕاستیە پێویستە کات دەسەڵاتداران لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانیش واز لە کەڵکەڵەی مەرکەزیەت بێنن چونکە کەڵکەڵەی مەرکەزیەت عێراق و هەرێمی کوردستانی بەم دۆخی ئەمڕۆ گەیاندووە نەکرد تەنها عێراق بەڵکو هەرێمی کوردستانیش یعنی کەڵکەڵەی مەرکەزیەت لە هەرێمی کوردستانی ژوای کردووە ئێستا هاوڵاتیەکی خەڵکی سلێمانی یا خەڵکی دهۆک لە هەرێمی کوردستان ئاوات بخوازێ بە سەردەمی دوو ئیدارەیی کامە بەڕاستی مەترسێکی گەورەیە بۆیە لە عێراق بە شێوەیەکی گشتی و لە هەرێمی کوردستانیش دیسانەوە پێویستمان بە دیموکراسیەکی زیاتر بە دیموکراسیەکی گەشە کردوتر هەیە هیچ شتێک نابێت بۆمان لێ بکات کە تەنازل یان پاشەکشە بکەین لە ئەو دیموکراسی کە چەندین ساڵ خەڵک خوێن و عەرەق و فرمێسکی لە پێناوە ڕژاندووە بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستان خلي أكمل هذه الفقرة. طيب باختصار لو سمحت نعم. لأنه وعدنا الجمهور بإجابات حاسمة وسريعة كالتي تحتاجها هذه البلاد هذه الأيام. أمريكا من باسية كم أصلي موضوع براستي من نامەیەکی ماجستێرم لەسەر هۆکارەکانی سەرهەڵدانی تیرۆر نووسیوە و ئەزانم کێشەکان لەکوێیان نەبوونی دیموکراسی نەبوونی عەدالەتی کۆمەڵایەتی سەرچاوەی دروستبوونی تیرۆر و سەرچاوەی ئەو بۆشایی ئەمنیانن کە دروستە بێەوە تیرۆر لێەوە یێتە ناوەوە و ئەتوانێت کارەکانی خۆی بکە لە ڕاستیە بۆ هەرێمی کوردستانیش ئێمە پێویستمان بە دیموکراسیەکی گەشە کردوتر هەیە بە بیانووی بوونی مەترسی دەرەکی بە هیچ شێوەیەک نابێت دیموکراسی لە هەرێمی کوردستانە پەک بکرێت ئەوەی کە باسە کرێت عەش لە دەرگامانەوە و لەبەر ئەوە پێویستە کات ئێمە دەست هەڵبگرین لە پرۆسەی دیموکراسیمان بەڕاستی ئەمە هەمان ئەو بیانوویە کە ڕژێمە دیکتاتۆریەکانی ئەم ناوچەیە ئاموتەوە من حەز ناکەم بە شێوەیەکی تەعەسوبی لێم وەربگیرێ بەڵام چەند دەوڵەتێکی عەرەبی لە دەوروبەری ئیسرائیل هەن
هەمیشە ئەم دەوڵەتە عەرەبیانە لە ماوەی ڕابردووە سەرکردەکانیان بە سەدام حوسێنیشەوە ئەیانوت مەترسی سەهیۆنیستمان لەسرە و زایۆنیست لە بەردەرگامانە بۆیە پێویستمان بە دیموکراسی نییە ئێستا لە کاتێکە ئیسرائیل بەرەنگاری هەموو ئەم دەوڵەتانە بووەتەوە و نەک تەنها یەک هەڵبژاردنیشی لە وڵاتەکەی خۆی دوانە خستووە بەڵکو هەمیشە هەڵبژاردننی پێشوەختیش ئەنجامەدەن لە عێراق لە دوای هەڵبژاردنەکانی ئەم دوایە ئەم 2014 بەڕێز مالکی مافیەوەی هەبوو بەپێی دەستور خۆی کاندید بکاتەوە بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران و کوتلەی یەکەمی مەجلیسی نوابی عێراقیش بوو بەڵام گۆڕانکاری بەسەر سەرۆک وەزیرانی عێراق هات و نەک هەر ئەوەی ئەمە نەبووە هۆی لاوازبوونی عێراق لە شەڕی دژی تێرۆرستان بەڵکو لە دوای ئەو خۆتۆیەشەوە چەندین سەرکەوتن هاتەکایەوە بە کورتی بەڕێزان پێویستە کات منەمە بڵێم لەبەرەوەی پێش من ئەم قسانە کرا و من حەزم ناکرد بچینە هەندێک وردەکاریەوە بەڵام ناچارین دەست لەسەر برینەکانمان دابنین و هیوادارمەوە بەڕێزەی کە هەندێک قسەشی کرد لە ماوەی ڕابردوو توانای گوێگرتنی هەبوایە بیتوانایە دابنیشە وەڵامەکانی گوێ لێبێ کێشەی ئێستای هەرێمی کوردستان بریتە لە هەوڵدان بۆ دووبارەکردنەوەی حکمی تاکە کەسی لە هەرێمی کوردستان کێشەی ئێستای هەرێمی کوردستان بریتە لەوەی سەرۆکایەتی هەرێم قەیرانی هەیە و ماوەی یاسایی تەواو بووە نەک ئێستا ماوەی یاسایی تەواو بوو کە ئێمە ڕوبەڕووی داعشە بینەوە 2013 ماوەی یاسایی تەواو بووە هەر ئەو کاتیش فشار کرا بۆ ئەوەی ماوەکەی بۆ تازە کرێتەوە لە کاتێکە نە شەڕ هەبوو نە کێشە هەبوو لە هەرێمی کوردستان کێشەی ئێمە بریتە لەوەی هەوڵی دووبارەکردنەوەی ئەو هەڵانە ئەدرێ کە خۆمان دژی جەنگاوین بالمناسبە هەرێمی کوردستان دژی دیکتاتۆریەت جەنگاوە و کاری بۆ هێنانەکایی دیموکراسی کردووە بەڕاستی قسەکردن لەسەرەوەی ئەگەر کەسێک لە سەرۆکایەتی هەرێم نەمێنێ هێزی پێشمەرگە ناتوانێت ڕوبەڕووی داعش بێتەوە من پێم وایە ئەمە سوکایەتیکردنە بە قارەمانەتی هێزی پێشمەرگە کە من بەڕاستی لێرەوە سڵاو بۆ یەک بەیەکیانە نێرم ئەوانە پاڵەوانە حەقیقیەکانی ڕوبەڕووبوونەوەی گروپی تەرۆریستی داعشن نەک تاکە کەس لە هەرێمی کوردستان بەڵکو ئەسڵەن سەرپێخستنی زیاتری پرۆسەی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان ئەبێتە هۆی بەهێزکردنی هەرێمی کوردستان ئەبێت وانەمان وەرگرتبێ لە ڕژێمە دیکتاتۆریەکانی ناوچەکە کە هەمیشە حکمی تاکە کەسی أنا يجب أن أكتفي بهذا القدر لو سمحت. خلي أكمل سيد يوسف الكثير من الرسائل الداخلية ولكن عنوان هذا الندوة لا يتفق هذا لا يعني لو سمحت هناك ضيوف آخرون دقيقتين نعم تفضل نسيت لراستيا عن الديمقراطية في كردستان نعم لراستيا حكمي ديكتاتوري ناوچەکان ئەبێەوەی فێر کردبین حکمی تاکە کەسی ئەبێتە هۆی پەرتبوون ئەبێتە هۆی وێرانبوون ئەبێتە هۆی هێنانەکایی ململانێ و ناسەقامگیری سیاسی و لە کۆتاییشە هەر شکست هێنێ ڕژێمە دیکتاتۆریەکانی ناوچەکە هەمویان شکستیان هێناوە نامانەوێت کەس لە هەرێمی کوردستان لە دەرەوەی لوعبەی سیاسی بێت بەڵام سیاسی لە هەرێمی کوردستان ئەبێ بەرمەبنای دیموکراسی و بەرمەبنای دامەزراوە شەرعیەکانی بێ پەرلەمانی کوردستان شەرعیەتی لە خەڵکی کوردستان وەرگرتووە بۆیە هەموو کێشە ململانیەکان لە چوارچێوەی پەرلەمانی کوردستانە یەکلا بکرێتەوە لە کۆتایی ئاڵێم بەڕاستی حکومداری لە سەردەمی ئێستامانە زۆر ئاڵۆزەوە پێویستی بە معریفە هەیە پێویستی بە زانست هەیە بەڕاستی حکومڕانی بە کەسانی نەخوێنەوار ناکرێت چاکسازیش بە کەسانی نەخوێنەوار ناکرێت هیچ تایبەتمەندیەک نەبێت لە هیچ بوارێکە و ئیدعایەوە بکەی کە حکومڕانیەکی باش ئەهێنی تەکایەوە و پێویستە کات کێشەکان بە زووترین کات چارەسەر بکرێن چونکە قوڵبوونەوەی کێشەکان و بەردەوامی کێشەکان ئەبێتە هۆی ئەوەی کە چارەسەرەکانیش لە داهاتووە سەختترە بن زۆر سپاس شكرا جزيلا أنتقل إلى السيد حسين الشهرستاني معاليك بصراحة وبشكل مباشر إذا أمكن هل العراق ما بعد داعش في اليوم الذي يلي داعش سيكون كما قبله وكيف؟ بدءا أنا سعيد أن أشارك في حلقة عنوانها يوم ما بعد داعش معنى ذلك نحن كلنا متفقون بأن داعش مهزومة قطعا وأنا أؤمن بأن هزيمتها ستكون قريبة وحتمية ونهائية ليس فقط في العراق وإنما في المجتمع البشري هذا الفكر الإرهابي المتخلف عراق ما بعد داعش فرصة تاريخية أتيحت للعراق
أو ستتاح للعراق خلال الفترة القصيرة القادمة إن لم نحسن استثمارها لبناء مجتمع متحضر متعايش متآخي مزدهر نموذج للاستقرار في العالم والمنطقة، سنكون الحقيقة يعني محاسبين أمام التاريخ أمام أحفادنا وأولادنا. أضعنا فرصة مشابهة في عام 2003 بعد إسقاط نظام صدام حسين، ولم نحسن بناء النظام الجديد كما ينبغي، ومرينا بأزمات كثيرة. العاقل يتعلم من أخطائه ولا يكررها مرة ثانية. أنا أعتقد العراق ما بعد داعش يجب أن يراجع مسيرة الأعوام 12 الماضية، 13 عام الماضية، وبالتالي يتجنب ماذا لو سمحت لي؟ نعم، الآن أدخل في النقاط اللي يجب الآن الحقيقة أن نراجعها. أولا الدستور كتب على عجالة، مكون رئيسي من الشعب العراقي لم يشارك في التصويت على هذا الدستور، وكثير من مواده لم يتم الاتفاق عليها بصراحة، وإنما تركت لتشريع قوانين وصار حمال أوجه كل يفسره كما يشاء. لابد من مراجعة دستورية حقيقية، نضع النقاط على الحروف ولا نقبل اجتهاد أي طرف من الأطراف ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية في المركز وبين الإقليم والمحافظات، الأقاليم والمحافظات. كذلك يضمن جميع الممارسات بدون اجتهادات من أي طرف من الأطراف وتعطيله، ليس فقط على مستوى الحكومة الاتحادية، حتى على مستوى الأقاليم كما الآن سمعنا من بعض التجاوزات. كذلك لابد من عملية إصلاح، ليس فقط إصلاح سياسي وإنما إصلاح مجتمعي جذري حقيقي. أنا سعيد الآن الشعب العراقي يتحرك ويطالب بالإصلاح، الكل يتحدث عن الإصلاح، ولكن تحديد مفردات هذا الإصلاح وأن نبدأ به فعلا وعلى كل المستويات عملية مطلوبة. أهم فقرة في الإصلاح التي يجب أن تمحى من العراق الجديد ما بعد داعش هي القضاء على الفساد المستشري في كل يعني طبقات المجتمع والحكم. أنا بصراحة وقلتها لعله في هذا الحفل الكريم العام الماضي، من هزم الجيش العراقي في الموصل لم تكن داعش، وإنما كان الفساد المستشري في المنطقة ذيك التي ساهم ومكن داعش من أن تدخل بهذه السهولة، وإلا بضعة مئات من شتات الآفاق يقتحمون مدينة حضارية بحضارة وعمق الموصل لم يكن أمرا طبيعيا بتلك القوات المسلحة الموجودة. الفساد الذي هو هزم الحكومة في الموصل، هذا يجب أن لا يكرر. لما أتكلم عن الفساد لا أتكلم عن وزارة معينة ومفصل، الفساد في المركز، الفساد في إقليم كردستان، والفساد في الحكومات المحلية، والفساد بالسيستم عموما. هذا أمر يجب القضاء عليه. شايف تقسيم بالسنوات المقبلة؟ لا هسه قبل ما، لأن أنا الحقيقة يهمني أن يكون العراق الجديد عراقا موحدا كي لا يقسم العراق. يجب هذه الخطوات أن تراعى ويتم الاتفاق عليها بشكل صحيح. الموضوع الآخر البناء الاقتصادي السليم. لابد، الله عز وجل وهب العراق إمكانيات اقتصادية هائلة غير الموارد الطبيعية، شعب مثقف بإمكانه أن يتحول إلى قوة إنتاجية كبيرة. تحولنا إلى بلد ينتج النفط ويأكل ويستورد من الصين ومن غير الصين ومجرد يأكل. يجب القضاء على هذه الظاهرة المتخلفة. يجب أن نتحول إلى شعب منتج يقدم ليس فقط إنتاجه وإنما يكون منتج للمعرفة على الصعيد العالم كما كان العراق على مدى التاريخ. هذا الشيء الحقيقة يجب أن يتوفر في العراق الجديد. العراق الجديد يجب أن لا يسمح لأحد أن يحمل السلاح إلا تابع إلى الدولة. صحيح الآن وجزاهم الله ألف خير الحشد الشعبي بفصائله المختلفة ومختلف الصنوف تقاتل داعش وتحتاج لهذا السلاح، ولكن ما بعد داعش وبعد التحرير يجب أن يحصر السلاح بيد الدولة حصرا، ولا يجوز لأحد أن يهدد أمن المواطن بحمل السلاح في أي مرحلة من المراحل. وهناك الحقيقة أفكار كثيرة عندي عن العراق الجديد، لكن أشوفك تنظر بخزر. الوقت دائما ضيق يعني ولا الوقت يسمح. الآن يعني شكرا جزيلا لتفهمك. سأعود إليك بطبيعة الحال وإلى السيد يوسف بعد آخر كلمة على طريقة الأخ يوسف. آخر كلمة على طريقته كتر خيرك. لا آخر كلمة،
ما يطمئنني بصراحة، ولا أقول مجاملة لأحد، بأن العراقيين قادرين أن يبنوا هذا العراق الجديد الذي أحلم به وأتصوره، هو وعي الشعب العراقي المتقدم على وعي السياسيين. الآن اللحمة بين العراقيين في وقوفهم صفا واحدا يسفكون دمهم سوية. كان الكل يشكك في الحشد الشعبي، الآن نسمع نداءات في الأنبار وغير الأنبار وفي الموصل تطالب بدخول الحشد الشعبي للمعركة إلى جانب إخوانهم الآخرين. هذا الوعي بين الشعب العراقي وحرص أن يرجع لتآخيه وتلاحمه يؤكد لي بأن العراق بخير. العراق سوف لن يقسم، العراق سوف يتجاوز كل هذه المحن، ولكن يجب من عملية مراجعة وإصلاح حقيقية كي نبني العراق الجديد. وإن لم يحصل ذلك سيد النجيفي، هل سنكون حكما أمام تصور تقسيمي أو على الأقل فيدرالي؟ داعش ظاهرة مرضية نتجت من سياسات خاطئة اتبعت على مدى عقود في عمر العراق، وتجربتنا بعد 2003 لم تكن ناجحة. كانت تجربة مبنية على عدم التوازن وتهميش قطاع كبير من العراقيين، وعندما كتب الدستور لم يشارك فيه كما ذكر السيد الشهرستاني قبل قليل السنة في العراق، أو قاطعوه في الانتخابات أو في التصويت، ومع ذلك بدأ يطبق الدستور، وكان هناك محاولات لتأجيل التصويت على الدستور لأشهر حتى يتم التوافق، لم تمنح هذه الفرصة. وكانت الإدارة تتركز بيد أحزاب أتت مع الاحتلال الأمريكي، وكانت في المعارضة قد بنت نفسها سياسيا وعسكريا، وهناك ميليشيات مسلحة تم بناءها في إيران تحديدا لفترة طويلة من الزمن، وكانت جاهزة. يعني دخلت الأحزاب وفيها واجهة سياسية وأذرع عسكرية، وهذه الأذرع بقيت إلى حد هذا اليوم. يجوز بعضها لا تمتلك، ولكن أغلبها لديها أذرع عسكرية. الوضع العراقي لم يكن فيه معالجات صحيحة للمشكلة العراقية التي مثل ما قلت مبنية على تراكمات لعقود، ليس فقط تجربة 2003. أخطاء وخطايا النظام السابق كانت حاضرة ومؤثرة، ولكن بعد 2003 أيضا السياسات التي اتبعت كانت سياسات مبنية على الهيمنة وعلى فرض الأمر الواقع وعلى حتى التدخل في شؤون المحافظات والطوائف الخاصة. الدستور العراقي دستور اتحادي وفيه وضوح بتشكيل الفيدراليات، ولكن تم منع إقامة أي فيدرالية بقرارات فردية. الطلب يقدم من مجلس محافظة بقانون شرع وحدد الآليات، وكان قانون سهلا جدا، وحقيقة المجموعة الشيعية في البرلمان هي من شرعت هذا القانون، وفي وقتها كنا نعارض، حقيقة حتى غادرنا القاعة في وقتها، قلنا هذا فيه تقسيم للعراق. الموضوع أنه تم إحباط محاولات إقامة الأقاليم، مع أنه الدستور اتحادي وطلبات شرعية، ومن واجب رئيس الوزراء أنه يحيل هذا الطلب مباشرة إلى المفوضية المستقلة للانتخابات لإجراء الاستفتاء. فإذا وافق شعب المحافظة بأغلبية المصوتين فتتحول إلى أقاليم، وهذا أمر حسب المادة 119 من الدستور شرعي تماما، ولكن تم إيقافه ل4 محافظات: نينوى وصلاح الدين وديالى والبصرة من قبل الحكومة السابقة ورئيس الوزراء السابق تحديدا. هذه السياسة التي بنت على تركيز القوة بيد طائفة، قوة الدولة والسلطة وممارسة السلطة خارج الدستور، وإيقاف قوانين نافذة، تعطيلها والتصرف بطريقة أخرى، وزج عشرات الآلاف من الأبرياء في السجون. أنا لا أقول أن ليس هناك مجرمين، ولكن هناك أبرياء كثر. والتعامل بطريقة فوقية، فرض أمر واقع على محافظات لها خصوصية ولها رؤية. الديمقراطية عطلت في العراق بشكل عملي. البرلمان لم يكن يقوم بدوره لأن الحكومة التنفيذية لم تقبل
أن يمارس سلطته الحقيقية، أن يكون ساحة لحل المشاكل وطرح القضايا وإيجاد الحلول وتشريع القوانين ومراقبة تنفيذها. هذا الأمر تم إحباطه بالكامل، وتم إصدار قرارات من المحاكم أن البرلمان غير مؤهل لهذا الواجب، وأن كل الأمر مناط بالسلطة التنفيذية. طيب، حتى بالتالي تشريع القوانين. الآن ما الوضع؟ نعم، الآن نحن نقول أن الأدوات باعتقادي الآن التي نقوم بها الآن في مقاومة داعش ليست سليمة، وفيها كثير من الأخطاء، وفيها تجاوزات حتى على هيكلية الدولة التي نعتقد أنها غير متوازنة. هناك مناطق تم تحريرها منذ سنة ونصف ولم يسمح لسكانها بالعودة، وعندما يسأل المسؤول التنفيذي الأول لماذا لا يعود السكان، يقول هناك جماعة مسلحة تمنع السكان من العودة، فهم خارج إرادة الدولة. في جرف الصخر، في سليمان بيك، في يثرب، في مناطق من حزام بغداد، ومناطق تفاصيل كثيرة. بمعنى أنه إذا ظلت هذه الممارسات، نعم، إذا لم تتعدل الممارسات، أيوة. وهذه القضايا الأخطاء خلقت توترات. عندما نقول الموصل الآن نتكلم حول مشاكل قائمة وتوترات مؤجلة بين اليزيدية والعرب، بين التركمان السنة والشيعة. القضية إذا لم تعالج بأدوات صحيحة وبطريقة تعطي الأولوية والأحقية والقرار لأهل المنطقة، وبإيجاد حلول منطقية لا تمارس عمليات ثأر وانتقام أثناء التحرير، ولا تسيطر الجماعات المسلحة التي هي خارج نطاق الدولة الحقيقي على الأرض وتفرض سياساتها لفترة طويلة من الزمن، مما يؤدي إلى تعقيد مستقبل هذه المناطق وعدم قدرة مكونات هذه المحافظات على التعايش من جديد. فأنا أقول الحل الآن الأدوات تكون صحيحة. بدأت بإذا بدها جواب، إذا كذا شو بيصير؟ نعم، إذا لم نحسن الإصلاح داعش ستنتهي وسيظهر داعش آخر، وسيكون هناك مشكلة طائفية عميقة في البلد ممكن أن تمتد لسنوات طويلة. فأنا أقول الأدوات صحيحة، القرار صحيح، نبعد أي جماعات لا تلتزم بأوامر الدولة بشكل واضح في أي معركة قادمة، وموضوع الأقاليم يجب أن يحترم لأن فيه احترام للدستور وقرار الشعب العراقي وخصوصية المكونات والمحافظات في تقرير مصيرها لاحقا. شكرا سيد أسامة النجيفي. أستاذة مينا العريبي، إذا كان عندك أي تعليق على اللي تفضلوا فيه السادة الكرام قبلك، ولكن أريد أن أركز معك على البعد الإقليمي إذا سمحتي. السعودية وإيران، هل بالإمكان تحقيق السلام البارد بين قوسين كما وصفه أوباما؟ يعني التعليق أولا، طبعا مستقبل العراق مهم للمنطقة كلها، ولكن نفس الوقت العراق اللي مر به خلال السنوات الماضية هو مشاكل إقليمية ترجمت بالعراق من قبل عراقيين عندهم مصالح وعندهم ارتباطات مع دول إقليمية، ولكن أيضا دول إقليمية قامت بأدوار مع الأسف سلبية، ما ممكن أنه نبتعد عن هذا الشيء. ولكن بس إذا نتكلم عن الشأن العراقي، أولا نحن بحاجة إلى تفاصيل، يعني لا يمكن أحد في هذه القاعة يختلف أنه الحوار ضروري مثلا. طبعا كلنا نقول الحوار ضروري ونلتقي ونتسالم وغير ذلك، وهنا ما شاء الله الجامعة الأمريكية في العراق قادرة أنه تجمع كافة العراقيين، ولكن عندما العودة إلى مناصبهم أو إلى مكاناتهم الاختلافات تبقى، فنحتاج مصداقية أنه ما بعد الحوار كيف التطبيق. هاي شغلة. الأمر الثاني هو الدستور. حقا الدستور مثل ما تفضل معالي الوزير وأيضا الأستاذ أسامة النجيفي، ضرورة الدستور بالنسبة للعراق حتى تكون سيادة القانون. كلنا نقول أن سيادة القانون ضرورية، ولكن الدستور مختلف عليه، وهناك بنود بالدستور العراقي مخترقة. اليوم هي مخترقة، فكيف يمكن للدستور يحكم بلد وفيه بنود مخترقة؟ فلازم مراجعة الدستور، لا يمكن. يوم ما بعد داعش، اليوم ما بعد داعش بالنسبة للعراق أهم نقطة تكون طبعا إعادة الأعمار. إعادة الأعمار للمدن ليس فقط من الناحية الأخلاقية والإنسانية، ولكن السياسية أيضا، حتى أهالي تلك المدن والبلدات يشعرون أن الحكومة هذه تمثلهم، أن الدولة العراقية تمثلهم كلهم جميعا. إعادة النازحين إلى ديارهم، ولكن أيضا اللي ما تهجر واللي ساكن رح يكون محتاج هذا الدعم المعنوي والسياسي. هنا ممكن
الدول الإقليمية أنه تلعب دور إيجابي، تثبت حسن نية. مرة تلو الأخرى نطالب بحسن نية وإظهار حسن نية من دول، الدولة تقول شيء وتقوم بفعل آخر مختلف. فممكن هنا للدول الإقليمية أنه تبين حسن النية، أولا من حيث الدعم المادي خصوصا بالأزمة الاقتصادية الحالية بالعراق، أنه تقدم معونة ومساعدات للنازحين، ولكن أيضا عندما يعودون يوم ما قبل داعش ما بعد داعش ما قبل داعش نحتاج المساعدة الآن. لماذا ننتظر إلى دحر داعش نهائيا؟ من اليوم ممكن، لأنه كما هذه قال دكتور برهم العملية كي لا يتكرر ما حصل أيام النظام السابق وأيام وصول داعش، يعني كي صحيح. لا نأتي إلى داعش جديد. بالإضافة إلى ذلك أن المعاناة يومية، المعاناة الآن حاصلة، المعاناة الآن في مخيمات النازحين وفي المدن، وأهم شيء طبعا بالنسبة لي كابنة الموصل ما يحدث في الموصل الآن، طبعاً. أنه لازم العمل الآن، ما ممكن أن ننتظر ما بعد داعش. هل تؤمنين بإمكانية حوار داخلي عراقي أن يحقق ذلك، أو لابد من جلوس القطبين الإقليميين الأساسيين على مائدة التفاوض أو بالكواليس على الأقل للاتفاق؟ العراقيين لابد أن الحوار يكون عراقي، ولكن شئنا أم أبينا الواقع الإقليمي اللي موجود ليس فقط بالعراق، إذا كان الوضع العراقي، الوضع السوري، الوضع الليبي، دائما هناك دول إقليمية أخرى موجودة حاضرة، حتى لو ما كانت بالغرفة فعبر التليفون وعبر السفراء. ولكن اعتمادنا على الأمم المتحدة، إذا إحنا كنا بعد 70 عام من تأسيس الأمم المتحدة نؤمن بالأمم المتحدة، فنعود إلى الأمم المتحدة اللي هي تقوم بدورها أنه تكون الوسيط، لأنه حاليا لا توجد دولة، لا إيران ولا السعودية ولا حتى الولايات الأمريكية المتحدة الأمريكية ولا تركيا ممكن الاعتماد عليها أنه تكون هي وسيط الكل يجتمع عليه أو يثق فيه. دعينا نسأل سيد يانكوفيتش إذا كان بالإمكان تحقيق ما تفضلت به الأستاذة مينا العريبي، هل يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دور الوسيط إن كان داخليا أو على الصعيد الإقليمي؟ هل لها هذا الدور؟ هل تملك أصلا هذا الدور؟ لأنه لا نراه في الحقيقة. The United Nations, we can have and we do have such a mandate, and we can play that role, but only if the conditions are right. And I believe that the panel is speaking about the future of Iraq, and there was a question coming from you. Can Iraq exist and remain the same post-Daesh as it was before Daesh? And I believe not. Because if it would try to remain the same, it will just bring back Daesh in some other form and way. I believe that this is the question that should be addressed and asked, and then find solution inside of the country. If there is a need for any facilitation, fair enough, but it must be the people of the country that must understand that something was wrong when Daesh was able to sweep through the country in almost no time and capture Mosul. That something was wrong, that the minorities started to leave Iraq before Daesh attacked. And now, after Daesh is here and is being pushed back, they are requesting protection, international protection. And just ask Christians, Yazidis, Sunnis and others. There must be something wrong that they are coming with this kind of slogan, sometimes political slogans, let's put it like this. Sometimes it is not necessarily the intention. But nevertheless, there is something wrong that indeed 18 months after liberation of a number of places in the country, IDPs are still unable and unwilling to come back because they know that the conditions are not right for their return. These are the issues that must be addressed, but there is a hope because the campaign against Daesh, in which many parts of the country and all the components of the people, all the ethnicities of the country are taking part, is giving hope that there is a future. But of course, again, what is necessary to address certain issues? It was mentioned here, for example, the issue of liberation of Mosul. It's not only a military campaign, but it is very important how this campaign will be led, who and in which form will take part in the campaign. But also look at the humanitarian situation. It might be up to 1 million people running away. And we know what happened around Ramadi
both when Ramadi fell, and then when Ramadi, there was a campaign to liberate. And when people, civilians were running, what kind of treatment sometimes they faced. So when planning liberation of Ramadi, we must think carefully about civilians and about humanitarian aspects and how they will be treated, because they might present security risk, and they must be vetted, but in a way that is human and in conformity with the humanitarian law. Otherwise, it will be just yet another element that would alienate them, and we don't want it. And then, of course, we must think immediately about the future governance of Mosul and of Nineveh. This is also the issue that must be addressed. But let me just add two, three more moments. It's also about the future for the people. If they don't feel, and notably young people, that they have future in their own country, or minorities that they have future in their own country, then of course they will be leaving. Let's not forget that this country, Iraq, as I was told, 60% of the population is younger than 25 years. 40% is younger than 15 years. What is on the offer? What kind of job the market offers? State employment, totally unproductive. And this state employment also nurtures the system of patronage and corruption. This is not the future the young people would like to have, but this is not the future that will enable this country to function as an efficient economy that should provide jobs and future for the people. I spoke about minorities, but let's start in post-Daesh period, and it's starting now, because with the liberation we are starting the post-Daesh period. We need to talk about community and tribal reconciliation, about transitional justice. Who is speaking about this? There are just individual places where this is being attempted, usually not with great success. We speak about stabilization and reconstruction and rehabilitation. Have a look at Ramadi, at Beiji, and this is only the beginning. Immense amounts of money are needed. They will come not only from abroad, but only through reforming the economy of both in Baghdad and in Erbil. Without that, forget about normal future, dignified future. One must look into the grievances of the past. Look at the injustices. There are bills, draft bills in the parliament for 18 months. They are being discussed, the amnesty law, etc., etc. With what result? Is there any progress? Discussion is not a progress, although it's at least a sign that something is happening. So again, something that is to be addressed. The Constitution was mentioned. But I would say, let's accelerate the processes of devolution and decentralization. The program in Baghdad was put on the table. The Prime Minister announced it in last August. It's stalled. And where it is happening, it's skewed. Doesn't deliver the results. Without addressing this kind of issues, of course, it would be very difficult to speculate about big dialogue that could be or should be facilitated by the United Nations. This is the homework. I have another question for you, if you may please. Would you please put the headsets? Because Sure. I'll ask in Arabic, please. سيد كوبيش، تحدثت عن الأخطاء، ولكن يعني كعادة السياسيين لا يسمون دائما الأمور بمسمياتها. من يرتكب هذه الأخطاء؟ هل هي أخطاء محلية بفعل حكام سياسيين داخليين أو بفعل التدخلات الإقليمية الحاصلة؟ تبعية كل طرف لطرف آخر إقليمي. All the politics is local. But of course there are regional countries that they have their interests. And it's natural. Iraq doesn't exist in vacuum. It exists in an immensely complicated and difficult region that is going through an unprecedented turmoil. And that turmoil is increasing, unfortunately. Yes, regional countries are extremely helpful, very often essential for helping you. And I can name and give you examples. From every and each of your neighbors, there was assistance to Iraq. But they have their own interests.
and they interfere very often because of their own interests, not necessarily, and you should not expect this, because of the interests of Iraq. So what is needed is patriotism from the political forces as well. Patriotism of being an Iraqi. If you will put this squarely on the table, then yes, of course, there might be games, interference of countries of the region and from the outside of the region, and you will be able to withstand it. This is something that, again, I believe it's sometimes missing, and it goes back to the issue of curricula in schools. Do we teach, do you teach patriotism? ربما معالي الوزير يمكنه الحديث عن هذا الموضوع. مسار آخر مع الضيوف ولكن بأسئلة سريعة ومباشرة. أسئلة سريعة ومباشرة سيد يوسف. في أي حال يمكن أن تقول أن العراق ما بعد داعش سيحده كردستان مستقلة كدولة؟ توافق بين المكونات المختلفة في العراق على التشكيلة الجديدة للعراق ما بعد داعش، وأن يستمر الخلافات ما بين الكتل السياسية في العراق بصورة عامة وبين إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية. الآن يمكن أن أقول لك بأنه يجب حل المشكلات في كردستان داخليا قبل أن يحل مع العراق. مرتبطين بعضهم ببعض، يعني وجود الديمقراطية في العراق ووجود الديمقراطية في إقليم كردستان يمكن أن يؤدي إلى حل الخلافات بينهما. أيضا وجود المؤسسات يؤدي إلى حلحلة المواضيع وعدم شخصنة المواضيع في الإقليم وفي الحكومة الاتحادية أيضا. لو ظل الخلاف على النفط، على بعض المناطق المتنازع عليها، تنفصلون؟ تعلنون دولة؟ يجب أن يكون هنالك حوار، وكل الملفات وكل السيناريوهات المطروحة لمستقبل العراق على طاولة الحوار ويجب مناقشتها. وماذا لو فشل ذلك؟ إذا فشل ذلك يعني الآن هنالك انقسام داخل العراق، هنالك الآن يعني إقليم كردستان بصورة مستقلة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية. كثير من مناطق العراق تحت حكم داعش، وبقية العراق يحكم حكومة اتحادية. إذن هنالك انقسام الآن، سيدوم هذا الانقسام وسيؤدي إلى تقسيم العراق. سيد حسين الشهرستاني، ماذا لو انفصلت كردستان؟ بصراحة لا أتمنى ذلك، لأنني لا أرى فيه مصلحة لا للشعب الكردي ولا لبقية العراقيين ولا للمنطقة. العالم بعد أن جرب نظام الدويلات في أوروبا وفي غيرها بعد الحرب العالمية الثانية تطور إلى منظومة سياسية اقتصادية اجتماعية حضارية متقدمة، والعالم الآن ينظر لوحدة الكلمة، توحيد الاقتصاد، فتح سوق العمل. أن يأتي العراق أو السودان أو ليبيا وتحاول أن تعود بالتاريخ إلى 200 سنة إلى الخلف ومن ثم تعيد أخطاء الماضي، أنا لا أعتقد هي سياسة حكيمة صحيحة. اسمح لي، بالتأكيد هناك مشاكل لا يصرف في ظل الخلافات الحالية القائمة على مواضيع كبيرة، يعني كالخلافات القائمة بين إقليم كردستان والعراق الحكومة المركزية. عندما تتحدث عن موضوع النفط، حضرتك من أبرز العارفين بموضوع النفط، عندما نتحدث عن المناطق المتنازع عليها، عن سيطرة الأكراد على كركوك، عن تحدث البعض من حلفائكم السياسيين عن أنه ستحرر بالقوة كركوك ما بعد يعني تحرير بعض المناطق الأخرى من داعش. شوف، البشر خطاؤون. مين يعني؟ البشر عموما، يعني الإنسان يخطأ. الإنسان يخطأ، والعاقل هو من يتجنب تكرار أخطاء الماضي. هناك مشاكل كثيرة في كل الملفات التي ذكرتها، لكن الحل هو إيجاد حلول مرضية ومقبولة اللي تجمعهم، لأن حتى الناحية الاقتصادية الآن على فرض لو انفصل الإقليم كما تفضل الأخ يوسف محمد، الآن عمليا من الناحية الاقتصادية والسياسية والإدارية الإقليم يعني مستقل عن العراق في كثير من الإجراءات، هذا واقع حال. فماذا استطاع أن يحقق على هذه المستويات؟ الآن رواتب في الإقليم ما تدفع لبضعة شهور حتى البيشمركة، فأكو أزمات لا تحل بالانفصال. لا يستطيعون أن يكونوا مستقلين؟ لا، يعني حتى الكلام مو على كركوك، لو البصرة انفصلت الآن لا يستطيعون مع كل النفط الموجود فيها. أنا لا أعتقد الأزمات والمشاكل تحل بالتقسيم، وإنما تحل بإيجاد حلول واقعية عملية توحد
وتعضد الإمكانيات لا أن تجزئها. واضح جدا، شكرا. متى يطلب أسامة النجيفي انفصالا لإقليم سني؟ هذا ليس مطروحا حقيقة أبدا. لا، نحن نتكلم حول أقاليم المحافظات فقط حسب المادة الدستورية، نعم، بحدودها الإدارية وبتنوعها السكاني. ليس هناك سنة فقط في الموصل أو في البصرة أو في هناك تنوع، ولكن احترام الصلاحيات، احترام الخصوصية، احترام البعد السياسي والقناعات الموجودة في المحافظات. نحن نحتاج إلى معجزة حتى نمنع كارثة تحيق بالعراق، الفساد الذي أسقط الموصل، فساد الجيش، ممكن أن فساد العملية السياسية تسقط المحلية. نحن نتكلم على أنا قناعتنا الجيش، وحضرتك ذكرت الجيش قبل قليل، الآن ضفت الحكومة المحلية. أي الحكومة المحلية ما كانت فاسدة. المهم اللي عندنا أن الحكومة المحلية لم تكن فاسدة. قال لك أنه الحكومة المحلية خلي لم تكن أكمل فاسدة. فكرتي بس أستاذ. سأعود إليك، بس خليه يرد على هذه النقطة. جدا واضح، فساد الجيش اللي كان موجود في الموصل والحكومة المحلية اللي كانت تدير شؤون الموصل هي اللي أدت إلى ما وصلنا إليه ودخول داعش للموصل. إصلاح العملية السياسية مهم لحفظ العراق كبلد، والآن الشعب غاضب على العملية السياسية، ونحتاج لإصلاح جذري، نحتاج احترام الدستور، تطبيق الدستور بطريقة اتحادية حقيقية، واحترام المكونات بتوازنها بإرادتها السياسية والأمنية وتوازن القوى داخل العراق بدون إقصاء. لا، يعني هذا إذا فشلت كل هذه الأشياء فالخيارات مفتوحة، ونحن حقيقة مع وحدة العراق. ونؤكد مفتوحة على ماذا؟ مفتوحة على كل شيء، يعني أنت إذا لم تحسن ضبط الأمور ما بعد داعش ممكن تدخل في حرب طائفية ليس فيها رابح، ولكن في النتيجة العراق لا يبقى موحد. يعني أكثر مما حصل في العراق منذ 2003 حتى الآن؟ نعم، يعني فلنرى سوريا ماذا حصل بسوريا، هي أكثر من العراق. أيضا أخطاء وجرائم ارتكبت من قبل النظام السوري أدت إلى هذه النتائج. يعني تقسيم. نحن ضد التقسيم، ولكن يجب أن نتخذ ما يلزم من خطوات لمنع هذا الأمر. بمعنى أنه ممكن أن إذا استمر الوضع على ما هو عليه أن يكون هناك ظروف مؤاتية للتقسيم. يعني نأمل أن لا يكون ذلك. شو سيد حسين؟ أنا ذكرت الحقيقة بالمداخلة مالتي، أنا أعتقد الآن الشعب العراقي متقدم خطوات كثيرة أمام السياسيين. أنا مقتنع تماما وأختلط بكثير من الناس، الشعب العراقي سوف لن يقبل التقسيم سنة وشيعة وفي كل المناطق العراقية، لأنهم لا يجدوا في التقسيم حل للمشكلة. نعم هم يعانون من مشاكل لكن حل ليس بالتقسيم. سأعود إليك كمان. أستاذة مينا العريبي، أنا أعرف جيدا أنك يعني أستاذة جريئة جدا. هل ضيوفنا الكرام يقولون ما في عقولهم أو ما في قلوبهم؟ وهم دبلوماسيين وسياسيين محنكين، فيقولون ماذا يقول السياسي المحنك. ولكن شوف، الفكرة هي كل شخص يأتي إلى العراق من عراقيته هو، كيف ينظر إلى العراق أو يريد أنه العراق يكون. بالنهاية كنا متفقين أنه العراق نريد عراق موحد، بس عندما يكون هناك ساسة داخل الحكومة ومصلحتهم داخل الحكومة، ولكن دائما يحطون خط رجعة، ممكن ننفصل، ممكن نستقوي بطرف خارجي، ممكن نعمل هذا الشيء، فكيف تكون العراق دولة موحدة؟ هاي المشكلة عندنا. المشكلة الثانية اللي عندنا، وأنا أتفق أن الشعب العراقي متقدم مع الأسف على كثير من الساسة، مع احترامي إلى الجميع هنا وأفتخر بهم وأكون معهم، ولكن الشعب متقدم عليهم. يعني عندما تخرج مظاهرات بالعراق يوم ورا يوم ورا يوم مع خطورة الموقف، مع خطورة إمكانيات حدوث أي شيء، إذا قنابل متفجرة أو ممكن انفلات أمني يصير، مع ذلك الشعب يقول نحن بحاجة إلى تغيير. والتغيير ليست مسألة كراسي نغير من يتولى كرسي معين، التغيير الحقيقي هو سيادة القانون. لا يوجد سياسي في العالم، لا في الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا غيرها، معصوم عن الخطأ أو لا يفسد. القوة المطلقة تفسد، فنحن بحاجة إلى الطريقة اللي نحد من سلطة وقوة اللي يحكم من خلال البرلمان، ولكن أيضا الإعلام. عندنا مشكلة كبيرة في الإعلام العراقي، صحيح نقدر نتحدث بحرية أكثر من غالبية الدول العربية وأفتخر بهذا الشيء،
وعندنا جامعات تنهض، ولكن بنفس الوقت عندنا تخويف وعندنا خوف من اغتيالات وعندنا ميليشيات وعندنا غير ذلك، ممكن أي شخص يحس حاله مهدد بسبب حرية رأيه. فهذه أكثر حتى من الكلام. عندنا أيضا الحاجة إلى قضاء قوي. معقولة مسؤول نحاسبه أنه يكون فاسد ولكن لا يوجد طريقة أنه نطبق أي عقوبة على مسؤول أو غير ذلك؟ طيب. القصد سوري بس النقطة الأخيرة، القصد هي أنه العراق، تقسيم العراق ما يحل المشاكل، صحيح 100% ما يحل المشاكل، وحتى العمل على الإقاليم يعني انه راح يصير في حزبين ثلاثه يتنافسون منو اللي ممكن هو يسيطر على الموارد. فكره السلطه انه تكون في خدمه الشعب، بدل ما انه الشعب دائما يحس حاله انه في صراعات على السلطه لخدمه المصالح الحزبيه او الاقليميه. شكرا لك سيد يان كوبيش. هناك دول اقليميه ملامه الان على تدخلاتها في العراق. السعوديه تلوم ايران وايران تلوم السعوديه، وتدخلات من يعني هنا وهناك من كل حدب وصوب في الأزمة العراقية ما بعد 2003 عموما، مع احترامنا للسادة السياسيين العراقيين. هل يمكن للأمم المتحدة أن تقول لنا ما الذي ومن الذي يعطل في العراق؟ من الذي يعرقل أكثر؟ من الذي يحاول أن يوقف مسيرة يعني الإصلاح وأيضا الوصول إلى توافق بين المكونات السياسية الأساسية في العراق؟ إذا ما تحدثنا عن الصعيد الإقليمي، قلت لنا أن السياسة بشكل أساسي داخلية واللاعبون الأساسيون فيها داخليون، ولكن على الصعيد الإقليمي عندما نتحدث عن السعودية وإيران تحديدا، كيف تنظر الأمم المتحدة إلى دورهما؟ Again, of course, if we speak about Daesh and fighting Daesh, I believe it is important to understand that currently the whole world is uniting against this increasingly global threat to international peace and security. And you know, if the Security Council is using this kind of language, and they used it in one of the resolutions that they adopted at the end of the last year, this is a serious matter. What does it mean in concrete terms? Now countries are called upon and obliged to cooperate and use all legitimate means in fighting Daesh, in suppressing Daesh, in many areas, cooperating in curbing the financing of Daesh, cooperating in preventing the flow of foreign fighters to beef up the ranks of Daesh, cooperating in finding political solutions. And I believe that all of us, at least I hope very much, that the process that started these days in Geneva, process that is dealing with Syria, will move forward, because if that political process will bring political solution that would be acceptable to the people of Syria and will take into account the interest of fighting Daesh as an increasingly global threat, we might have positive implications also on the situation here in Iraq, and hopefully, because it would presuppose also cooperation of international and regional players, it might help bridge some of the divides, might create opportunities to address other crises in the region, like in Yemen, etc. So yes, that's both a prerequisite, but it's already work in progress. شكرا سيد يان. أسأل السيد يوسف محمد من جديد. اسمح لي أن أتطرق معك قليلا إلى ما هو خارج إطار كردستان تحديدا. تحدث سيد يان عن العلاقة بين المحادثات التي تحصل في جنيف بالنسبة إلى سوريا و يعني إمكانية أن تصلح يعني يتم إصلاح الأمور فيما يتعلق بالعراق، ربط بين سوريا والعراق والمنطقة بشكل عام كله متداخل بطبيعة الحال. ما حجم الارتباط الذي تراه في مقاتلة داعش بين سوريا والعراق ومستقبل الدولتين فيما يتعلق بمرحلة ما بعد داعش؟ بەڕاستی پەیوەندیەکی ئێژگار گەورە هەیە لە نێوان و باردۆخەی کە لە سووریا گوزەرەوە و باردۆخەشی کە لە عێراقا هەیە و گروپی تۆرۆریستی داعش لە ئەنجامی دروستبوونیەوە بۆ شایە لە عێراق و لە سووریا توانی ناوچەیەکی بەرفراوان داگیر بکات لە هەردوو وڵات. بۆیە چارەسەرکردنی کێشەکانی ناوچەکە ڕۆڵێکی گرنگە بینن لە
داخستنی ئەو زمینانی کە هەن بۆ گروپە تەرۆریستیەکان من سەبارەت بە پرسیاری پێشووتت کە لە هەمووانت کرد ئەبینم ترسێکی زۆر گەورە لە جیابوونەوەش هەیە لە تەقسیم هەیە لە ڕاستیە پێویست ناکات ئەوەنە لە جیابوونەوە و لە تەقسیمیش بترسین ڕەنگە لە ئەنجامی لێکجیابوونەوە هەموو ئەو حەق دەمێژوویانی کە لە ماوەی ڕابردوو هەبوون ئەو هاجسانەی کە هەن لە نێوان پێکاتە جیاوازەکانە بڕەوێتەوە و دوایی ئەم پێکاتانە لەسەر شێوەیەکی تڕەکەون بۆ یەکگرتنەوە بۆیە ئەوەی کە گرنگە پێویستە کات کێشەکان چارەسەر بکرێت جنێڤ مەسارێکی زۆر باشە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان بەڵام ئەوەی نوقسانیە لە جنێڤ بەڕاستی بەشداری نەکردنی کوردە لە جنێڤ بە تایبەتی هێزەکانی ڕۆژاوە کە ناوچەیەکی بەرفراوان لە دەستی تیرۆریستانی داعشیان پاک کردوێتەوە ئەوانیش پێویستەکات وەکو شەریک لە پرۆسەی ئاشتی لە سووریا ببینرێن و چارەسەرکردنی ئەو کێشانە لە سووریا و لە عێراقیش وەکو باسمان کرد هێنانەکایی چارەسەرێکی ئاشتیانە بە هەر شێوێک لە شێوەکان ئەبێتە هۆی ئەوەی یەکێک لە هۆکارەکانی سەرهەڵدانی داعش و داگیرکردنی ئەم ناوچەیە کۆتایی پێبێ و ئەبێت کار بکەین بۆ لابردنی هەموو ئاسەوارەکانی. خطر على بالي سؤال قبل قليل لم يكن في بالي في الواقع. أنت ككردي في إقليم كردستان تتبع لدولة اسمها العراق ولو إقليم كردستان عنده حكم ذاتي، ما الأقرب إليك إلى قلبك إلى عقلك؟ ما الذي تحبه أكثر؟ تسعى إليه أكثر؟ تحارب من أجله أكثر؟ كوباني أو بغداد؟ ئەزانی هەردووکی بۆ ئێمە گرنگن بەڵام کۆبانێ بۆ بە ڕەمزێک بۆ ئێمە کورد ڕەمزێک بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر کۆبانێ نەک بوویە ڕەمز بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر لە ئاستی کوردستان لە ئاستی دنیاە بوو بە ڕەمز بۆیە ڕاستی ناتوانم مەشاعرە نەتەوەیەکانی خۆم بشارمەوە ئەوە دەربە بڕم کە کۆبانی بەڵێ کۆبانی دەورێکی گەورەی بینی ئەوە لێرەوە هەڕەشەیەوم لێکەن کە باسی ژنانی کۆبانێم نەکردووە ڕاستەکەن ژنانی کۆبانێ زۆر بە شێوەیەکی قارەمانان جەنگان بەڵام بۆ ئێمە لە هەرێمی کوردستان بەغداش گرنگە چونکە تا ئێستا هەرێمی کوردستان سەرڕایەوەی کە دابڕانێکی تەواو هەیە لە بینی هەرێم و بەغا بەڵام لە شێوەیەکی ڕسمیە تا ئێستا هەرێمی کوردستان سەر بە عێراقەوە بەغدا پایتەختی عێراق. لماذا لا يقولها أحد صراحة؟ أنت تفضل أن تكون في بلد موحد مع أكراد سوريا في المناطق التي هم فيها وليس مع بلد فيه مكونات ليس يعني هناك علاقة عرقية بهم ودينية مع بعضهم. زاني عراق خوي وڵاتێکی دروست کراوە هەر لە سەرەتای دروستبوونیەوە هەوڵی ئەوە درراوە کە پێکاتەکانی بتوانن پێکەوە بژین بەڵام بەداخەوە نەتوانرا ئەمە بکرێەوە نەتوانرا عراقێک دروست کرێکی عراقی هەموو پێکاتەکان بێت. بەڵێ من وەکو کوردێک بە مافی خۆمی ئەزانم و هەموو کوردێک بە مافی خۆی ئەزانێ مافی چاری خۆنووسینیە بێت و دەوڵەتێکی هەبێ و ئەمە لەگەڵ مافی پێکاتەکانی تری عراق و مافی نەتەوەکانی تری ناوچەکەش پێکدا نادا بەڵام ئێمە لە هەمان کاتە کە پێداگرین لەسەرەوەی مافی چارەی خۆنووسینمان هەیە پێمان وایە نزیکترین شوێن بۆ ئەوەی توێژی لەسەر بکەین لەسەر هەر وەزعێکی مستەقبەلی بۆ هەرێمی کوردستان عێراقە نەک وڵاتانی تری دەوروبەر بە تایبەتی تورکیا و ئێران بەڵکو عێراق مێژوویەکی دوور و درێژمان هەیە پێکەوە بۆیە لەگەڵ عێراق ئەبێت بگەین بە سیغەیەک لە پێکەوە ژیان جا و پێکەوە ژیانە هەر مانەوە بێت لە چوارچەوەی عێراق و بە شێوەی کۆنفدرالی بێت و دەسەڵاتی فراوان بۆ هەر یەکێک لە پێکاتەکان یان تەنانەت وەکو باسم کرد نابێت بترسین لە بژاردەی سربەخۆیی هیچ پێکاتێک لە عێراق بترسێ لەمە چونکە باشترین شت ئەوەیە کە ئەو دەوامە خوێنی کە باسم کرد خوێنی ملیۆنان عراقی تا ئێستا کردوتە قوربانی ئەوە بوەستێنرێ نەک شەڕ لەسەر جغرافیایەکی مستەنع بکەین کە ئێستاش لەسەر ئەرزی واقع نەماوە. شكرا. معالي الوزير حضرتك تمثل هنا الحكومة المركزية، هل ستحررون كركوك بعد تحرير المناطق التي هي في أوج معركتها الآن؟ لا الآن الجهد منصب الجهد الحكومي والجهد الشعبي وكذلك الجهد في الإقليم والجهد الدولي إلى تحرير المناطق المحتلة من قبل داعش. فإذا المقصود من كركوك المناطق المحتلة مثل الحويجة من قبل داعش فبالتأكيد هذا ضمن خطة التحرير. إذا تسمح لي بما أننا نتحدث عن اليوم الذي يلي داعش، نعم. أسأل أيضا إذا كنتم
ستستعيدون السيطرة على المناطق التي بها الآن القوى الكردية؟ لا، أنا ذكرت يعني بعد تحرير المناطق المحتلة من داعش، العراق ما بعد داعش يجب أن يكون ويبنى بالتفاهم بين جميع مكونات الشعب العراقي، وبالتأكيد المكون الكردي من المكونات الأساسية، وكذلك المكون العرب السنة والعرب الشيعة والتركمان والمسيحيين واليزيديين والصابئة وكل المكونات العراقية. يجب الحقيقة أن تجلس وتتحاور بهدوء عما يجمعها والأفق المستقبلي الذي تستطيع أن تتفتق فيها طاقاتها الثقافية والحضارية كشعوب وقوميات ومذاهب وديانات، وكذلك ما تستطيع بوحدتها أن تحققه لنفسها وللآخرين. أنا أعتقد هذه الصيغة التوافقية التكاملية بين المكونات هو الحل الذي ممكن أن يطمئن الجميع وأن يحقق طموحات الجميع. أنا لا أعتقد التقسيم والتجزئة والتناحر والتخندق والمناكفات السياسية تحقق لأي أحد أي مصلحته الحقيقية. مفهوم. قد تحقق لسياسي أن يتبوأ منصبا أو لحزب أن يحكم، ولكن لا تحقق للشعوب مصالحها. كنا بدأنا جولة الأسئلة الأخيرة مع سيد يوسف محمد سيد شهرستاني، شكرا لكما. كلمات أخيرة من ضيوفي الكرام أيضا. سيد أسامة النجيفي، كلمة أخيرة عن اليوم الذي يلي داعش، الآفاق أمام العراق. طبعا أنا أؤكد أن الوضع الحالي هو وضع يعني أدوات تفجير لما بعد داعش، وإذا كان هناك قناعة بالتفاهم والحوار وحل المشاكل داخليا على طريقة احترام الجميع فنحن أيدينا ممدودة لهذا الموضوع، ولكن يجب أن تكون الأمور جادة، ليس كما حصل في 2010-2014 عندما نقضت الاتفاقات السياسية. الآن أكثر جدية الأمور؟ نعم، الآن الأمور أكثر جدية، في تطور؟ نعم سلبية، أنا أعتقد سلبية جدا، يحتاج إلى حوار صريح وحوار يرضون لنا ما يرتضون لأنفسهم، هذا هو الذي نريد. سؤالي كان الأفضل الوضع الآن ولا أسوأ؟ يعني من السنين الماضية؟ لا، أسوأ. أسوأ؟ أسوأ، نعم. مع الحكومة الحالية أسوأ؟ الحكومة الحالية لم تغير سياستها الحقيقية عن الحكومة السابقة، اشترت السياسات السابقة وتجاوزت الاتفاقات وفشلت في تقديم جديد، والآن هي تتكلم حول تعديلات وزارية والشعب غاضب عليها. صحيح. حتى جمهورها غاضب عليها، الذي أوصلها يعني الجمهور الشيعي الآن غاضب على الحكومة التي هي صاحبة القرار. فالموضوع أنا أعتقد وصلنا إلى نهايات مسدودة، نحتاج إلى علاج سريع وحوار وطني ووصول إلى نتائج صحيحة. شكرا لك. من العريبي، كلمة أخيرة. يوم ما بعد داعش يعتمد على المواطنة. إذا كل العراقيين يعتبرون مواطنين عراقيين عندهم على الأقل أبسط الحقوق وأبسط الواجبات كمواطنين، ممكن بعدها نعتز قوميتنا العربية الكردية وغير ذلك. ولكن كل ما نتحدث عن العراقيين نردد كل الطوائف والأعراق وغير ذلك، ننسى أن نقول العراقيين. بالنهاية إما نقتنع أنه إحنا كلنا عراقيين ومستقبلنا مرتبط ببعض أو لا، وإذا كان لا نكون واضحين ونعطي الشعب حقه، نوقف الدماء إذا هو كان القتال من أجل التقسيم، ولكن القتال ليس من أجل التقسيم، القتال من أجل المال والأسلحة والمصالح الشخصية. سيد يانكوفيش، الكل يقول منذ 2003 على الأقل حتى الآن الحوار الإصلاح، ولا من ذلك كم يجب أن ينتظر العراق والعراقيون كي لا يقوموا بما هو مأساوي بالنسبة إلى وحدة البلد؟ وهذه ستكون الكلمة الأخيرة منك سيد يانكوفيش. Well, I believe that every politician, or most of the politicians, most of the leaders here in the country, in Iraq, in Baghdad, in Erbil, they know very well, in Sulaymaniyah to this extent, they know very well what are the problems and what kind of solutions can lead to results. Unfortunately, not always they translate this into concrete action. Out of lack of trust, because of vested interests, because of a fear that following more conciliatory or more bold steps, they might lose support in their constituencies. But I believe that they should consult the people. In the past year, or close to a year, people of Iraq, and again,
look at what is happening all around the country, including in Kurdistan, are sending very clear messages how they see their future. And they are disappointed with the responses from the authorities, from the politicians. So that would be my advice. And then a real dialogue can start, not only grand staging that is sometimes taking place. ان شاء الله هذا ما يامله الجميع. سيد يانكوبيش، استاذه مينا العريبي، السيد اسامه النجيفي، السيد حسين شهرستاني، السيد يوسف محمد، شكرا جزيلا لكم على هذه الاضافه على هذا المنبر في ملتقى السليمانيه الرابع. شكرا جزيلا لكم ايها الحضور الكريم. الى اللقاء. I'm sorry.